بدوي محلل كورة شاطر. ايوه، هو محلل كورة شاطر. مشكلتي مع تامر بدوي انه شاطر بيسخر شطارته في غير موضعها. ازاي؟ هل دي اول سقطة لتامر بدوي؟ هل تامر بدوي اهلاوي او زملكاوي او بيغيظ جمهور النادي الاهلي؟ كل ده ما يشغلنيش. بس تامر بدوي في مباراة عالمية للنادي الاهلي امام بايرن ميونخ طلع وقال ان مانويل نوير بايده الشمال ويحط ايده اليمين ورا ظهره بكل حراس مرمى الدوري المصري. تقدر تقول نفس الجملة دي على الدوري السعودي وحراس الدوري السعودي اللي هم اقل من حراس الدوري المصري؟ انا ما اعتقدش. الامر اللي بياخدنا لاستدعاء نادي مش مشترك في البطولة اسمه الهلال. الهلال فريق قوي عربيا وقوي اسيويا، واحنا بنقدره وبنحترمه وهم كمان بيقدرونا وبنحترمهم. لما لعبناهم كان الامور كلها مناقشه وهزار زي ما حاصل مع الاتحاد. على فكره جمهور النادي الاهلي ما بيحبش نظريه اللو يا كابتن تامر. نظريه لو كان الهلال في المباراه السابقه بدل الاتحاد كان كسب، او كان هيبقى 80-20 لصالح الهلال. طب ماذا لو كان بيراميدز هو اللي بدل النادي الاهلي؟ وماذا كان لو كان الزمالك هو اللي بدل النادي الاهلي؟ وحضرتك ليه في الكوره بتحلل بنظريه اللو، مع ان انت عارف ان الكوره بتعترف بمساحه وزمن وتحركات لعب وانضباط تكتيكي ولعيبه عندها دوافع ولعيبه ما عندهاش دوافع. اذا كنت انت بتقيم النادي الاهلي على ادائه في مباريات الدوري المصري ومباريات في مسابقات هو حامل لقبها وبيلعب بمنتهى التعالي، واحنا كجمهور النادي الاهلي متضايقين جدا من التعالي اللي بتلعب بيه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اللي ما بيحضرش او بيحضر بتعالي على المباريات. كل ده احنا نقدر نقوله ونفهمه كويس جدا. ولكن لما تواجدت الدوافع الجهاز الفني حضر كويس جدا واللعيبه ركزت كويس جدا، نفذت بشكل فيه انضباط تكتيكي كويس جدا. كل ده بيقول ان حضرتك بتحلل وحش جدا. كل ده بيقول ان حضرتك بتجامل. وانا مش حابب اقول الجمله الثانيه او الكلمه الثانيه اللي بيقولها جمهور النادي الاهلي اللي انا بتشرف ان انا واحد منهم. ولكن في الاخر، هل لو كنا قابلنا الهلال حسين الشحات ما كانش هيضغط ويساعد في سد ثغرات الجبهه اليسرى؟ هل احمد كوكا ما كانش هيلعب بنفس الروح والعزم ويقفل ويغطي على كابتن علي معلول اللي بننعم بخبراته ووجود شاب بسن كوكا وحيويته عوض فارق السن وتقدمه في العمر؟ هل محمد هاني اللي لعب قصاد عتاولة بايرن ميونخ ووقف كومان ووقف كل لعيبه بايرن ميونخ باعترافك انت في كاس العالم برضه من سنتين ثلاثه ما كانش هيلعب بنفس الشكل؟ هل بيرسي تاو افضل كواليتي كرة قدم داخل القارة باعترافك او بغير باعتراف الكاف نفسه، باعتراف لجنة الخبراء بالكاف اللي اختارت بيرسي تاو افضل لاعب كرة قدم في القارة داخل القارة؟ انا بقى بسألك انت سؤال، هل بيرسي تاو الكواليتي بتاعه اعلى من كل لعيبة الصف الاول اللي استخدمتهم فرق السعودية؟ طب تقدر تقول الكلام ده بصراحة في قناة اس اس سي اللي حضرتك بتجامل أندية السعودية لحسابها؟ طب أنا ممكن أسألك وأقول لك إن هل النادي الأهلي لو كان لاعب فريق ضمك السعودي كان هيعمل فيه إيه مثلا؟ الفريق اللي كسب الاتحاد 3-1 بالمناسبة، علشان أنا عارف الناس اللطيفة اللي بتحاول تقلل من قيمة الاتحاد. خد بالك، اذا كان لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كاس العالم للانديه، فلعيبه نادي الاتحاد السعودي عندها خبرات كاس العالم للمنتخبات. كانتي شال كاس العالم وهو بيلعب لمنتخب فرنسا. كريم بنزيما كابتن ريال مدريد شال دوري ابطال اوروبا كم مره؟ انت تعرف اكتر مني ومن اي حد تاني. حضرتك ازاي بتقول كده؟ طب هل ممكن تقول لي كان فريق الهلال الكواليتي بتاعه قليل لما واجه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي كانت لسه راجعه من الامم الافريقيه ولعبنا تقريبا بالصف الثاني وكسبناهم 4-0؟
هتقول لي ان في 2 لعيبه اتطردوا. طب هو يا مش دي ظروف المباريات، ومش دي اللي فرضها تفوق النادي الاهلي فنيا في الملعب، وخرج لعيبه الهلال السعودي عن اعصابهم، ودخلوا تدخلات يستحقوا عليها الكارت الاحمر بقانون الفيفا، قانون كرة القدم اللي حضرتك بتحللها. يا جماعة يا جماعة، حللوا كورة، بلاش نظرية اللو. عشان باللو كان ممكن منتخب مصر لو كنا منضبطين وبنخطط صح نحصل على كأس العالم. ولو كان اللعيب العربي عنده ثقافة الاحتراف كان زمان كل سنة فريق عربي هو اللي بياخد بطولة العالم. بلاش لو وخلينا في الواقع. بالمناسبة النهاردة النادي الأهلي عنده مباراة قصاد الفريق البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادوريس. هل حضرتك لو النادي الأهلي كسب هتقول ان لو كان الهلال او الاتحاد او النصر او الاهلي السعودي حتى بدل النادي الاهلي كانوا هيكسبوا؟ الله اعلم. يا كابتن تامر انت خسرت، وخسرت كتير للاسف. جمهور النادي الاهلي عشان خاطري ما تركزوش مع الناس دي. السلام عليكم.